الرفض قبول التدابير الوقتية لنادي الهلال كان مخالف للنظام. ليش؟ لأن هيئة التحكيم طبقت، وأنا أقولها بعد الاطلاع يعني، طبقت القواعد الإجرائية، أو عفوا طبقت اللي هو شروط التدابير الوقتية الثلاثة اللي موجودة عند كاس، مع أنه إحنا عندنا شروط تدابير وقتية خاصة فينا. ما استخدمت اللوائح اللي عندنا، ما استخدمت اللي موجودة عندنا، وهذا كان خطأ طبعا. تتذكر أول طلعت معك قلت لك إذا صار هذا الشيء فهو مخالف للنظام، وقتها ما كنت اطلعت، ما أقدر أجزم. الآن أقول لك هذا الذي حصل، وهذا يعتبر مخالف للنظام. مفترض ما نروح نطبق شروط كاس وهي شروط يعني أكثر صعوبة إلا إذا كان عندنا فراغ تشريعي. إحنا ما عندنا، إحنا عندنا 3 شروط موجودة في القواعد الإجرائية. إذا كان عندنا فراغ تشريعي بمعنى إذا نبغى نطبق اللي هو التدابير الوقتية، تمام، وما عندنا شروط نروح نطبق شروط كاس. احنا عندنا 3 شروط تمام. طبقت في جميع التدابير الوقتية السابقة. على هذا الموضوع ربما بسبب انه المحكم اجنبي طبق قواعد كاس، وهذا فيه خلل في النظام. لو احنا قواعدنا الاجرائيه واضحه مترجمه باللغه العربيه والانجليزيه، الان احنا عندنا محكمين اجانب، طب قواعدنا الاجرائيه باللغه العربيه، كيف يتم التعامل مع هذا؟ هذا اللي عندنا يا دكتور، قواعد ما في لغه اللي منشور على موقع المركز قواعد باللغه العربيه فقط، لكن النظام الاساسي يلزم المركز بتوفير نسخه مترجمه باللغه الانجليزيه. لكن هل هي موجوده النسخه الانجليزيه؟ على الموقع الالكتروني لا. لا، خلي الموقع يعني شيكت اليوم غير موجوده. لا اقصد مش بالضروره انها تكون موجوده في الموقع، ممكن مثلا رئيس المركز يزود بها المحكمين. يزود بها اكيد، بس انه السؤال متى بتتم الترجمه؟ هل هي موجوده فعلا أم أنه بيتم ترجمتها مع قضية لما تجيك قضية باللغة الإنجليزية؟ أكثر القضايا اللي نظرت في المركز باللغة العربية. فمن المفترض المركز موفر قواعد إجرائية مترجمة ترجمة احترافية، ونظام أساسي أيضا مترجم ترجمة احترافية. طيب.